مروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا هم الباسورد الجديد للنادي الأهلي. كلنا تابعنا في الفترة الأخيرة إن الأداء الهجومي للنادي الأهلي أو حتى على مستوى وسط الملعب بقى فيه تحسن كتير عن الفترات اللي قبل كده. لو جينا دققنا في الموضوع ده كويس علشان نعرف إيه المتغير اللي حصل وأدى إلى النتيجة دي، هنلاقي وجود مروان عطية المتألق، الصفقة الناجحة، الصفقة الكبيرة جدا للنادي الأهلي، ومحمود عبد المنعم كهربا اللي هو حاليا راس حربة أساسي للنادي الأهلي وانضم أيضا لمنتخب مصر. وفي طبعا عاملين تانيين لازم نذكرهم علشان نديهم حقهم، هو ارتفاع مستوى بيرسي تاو وحسين الشحات في الفترة الأخيرة. كل المعطيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي اللي في الآخر أدت إلى النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة. أول حاجة لو اتكلمنا على مروان عطية هو كان القطعة المفقودة في وسط ملعب النادي الأهلي، هو الصفقة اللي الأهلي كان محتاجها بقوة علشان تعمل اتزان كبير لوسط ملعب النادي الأهلي سواء على المستوى الدفاعي أو المستوى الهجومي. انت الوقت بتشوف مروان عطية واخيرا في ماتش الهلال السوداني انه بيقعد اليو ديانج وحمدي فتحي، وما ادراك ما اليو ديانج وحمدي فتحي بيقعدهم دكة، وانت كمشجع متقبل جدا لان انت بتشوف اداء في الملعب بيغنيك عن اللاعبين دول عن وجودهم في الملعب. الحاجة التانية المهمة ان اليو ديانج في فترة من الفترات هو كان بيتحط في التشكيل والتشكيل يتحط حواليه، فانت بسبب النقطة دي بتعرف القيمة الكبيرة لمروان عطية. مروان عطية يمكن لو استعرضنا فنياته وأداؤه مع الأهلي لغاية دلوقتي، أنا بحس إن هو بيجمع بين الفنيات بتوع الثلاث لعيبة اللي هم في وسط الملعب بالنادي الأهلي. بيجمع ما بين اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، والكلام ده احنا شفناه، أنا مش ببالغ. لعيب تحسه انه في رقم 6 بيضغط كويس، سريع، قاطع للكرات ممتاز حتى من غير ما يعمل فاولات، وامبارح كان كل استخلاصاته في مباراة الهلال السوداني استخلاصات ناجحة بدون فاولات. تاني حاجة هو لاعب بصير جيد، الكرة في رجله بيطلع الباص سواء طولي او عرضي بصورة ممتازة، والباص كمان بيوصل سليم. لعيب بيعرف يتصرف في الكرة تحت رجله حتى لو حد ضغط عليه. لعيب ايضا بيعمل اسيستات او صناعة الفرص، على طول تلاقيه بيلعب الكرة الطولية سواء ارضية او كرة عالية بيضرب بيها الدفاع وبيختصر مسافات طويلة وبتوصل للاعب في المكان المناسب اللي بيقدر يحرز بيها هدف. شفنا الاسيست اللي عمله لمحمد هاني في مباراة المقاولين العرب، والاسيست في ماتش القطن الكاميروني في الكاميرون اللي خلص 3، الاسيست اللي عمله قفشة وعرضها الكهرباء وحط الجون، وماتش الهلال السوداني الاسيست اللي عمله في الجون الثالث لحسين الشحات. ضيف الى كده كمان التسديد من خارج المنطقة. ماتش الهلال السوداني شفنا تسديدتين لمروان عطية، واحدة كانت في الشوط الأول بجوار القائم، والتانية اللي كانت خطيرة جدا في الشوط الثاني ولكن جت في القائم وخبطت في الحارس وكانت هتخش تاني، وكهربا كان كمل وطلعها ضربة ركنية. يعني لاعب بيجيد انه يقطع الكرات وانه يباصي وانه يصنع الفرص وانه يسدد، فهو لاعب متكامل في وسط ملعب النادي الاهلي. ده اللي ادى الزياده والقوه في وسط الملعب، علشان كده صفقه مهمه جدا كان لازم نلقي عليها الضوء ونديله حقه. في الجانب الهجومي وكان عندنا مشكله كبيره في ضياع الفرص والعقم التهديفي. الحل السحري احنا عايزين مهاجم اجنبي، لازم نخلص في مهاجم اجنبي علشان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ضياع الفرص وعدم احراز الاهداف. جه الحل السحري محمود عبد المنعم كهربا. من ساعة ما دخل في تشكيل النادي الاهلي اثبت وجوده بقوة، تحركات رائعة من محمود عبد المنعم كهربا، صناعة فرص لزمايله او احراز اهداف، بيتحرك ما بين المدافعين بيعمل لهم قلق او بيعمل ذعر. من الاخر مهاجم مش كلاسيكي، مش رقم 9 اللي هو التقليدي، لا مهاجم ملوش ملكة، عامل زي الزيبق، تحركاته خطيرة، فدايما بيوجه مشكلة كبيرة جدا للمدافعين. وشفنا اخيرا في ماتش الهلال السوداني فرصتين 3 قبل ما يحرز الهدف، والهدف الرائع اللي هو احرزه الاستلامة وخرج المدافع بره اللعبة، والاهم من ده كله هو استغلال الفرصة.
كهربا لو كان فكر في الحل التقليدي بعد ما رقص الراجل انه يشوط شوطه، لا اما هتيجي جون لا اما هتيجي تبقى فرصه مش هتبقى هدف. لكن هو ركز في ايه؟ ان الكوره تبقى هدف، فاستنى بهدوء وببطن رجله حطها في البعيده. طبعا بخلاف الهاتريك اللي في القطن الكاميروني وباقي الاهداف اللي احرزها مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، فاصبح حل سحري فوق هجوم النادي الاهلي، فوق المعدلات التهديفيه للنادي الاهلي. ده كده بالنسبه للاعب محمود عبد المنعم كهربا وتاثيره القوي في هجوم النادي الاهلي. ايضا في 2 لعيبه قبل ما ننهي لازم نذكر دورهم علشان هم يستحقوا الفتره الاخيره، بيرسي تاو وحسين الشحات في فورمه ومستوى اللهم بارك، يعني حاجه محترمه. يعني احنا كان عندنا مشكله ايضا في الاطراف الى جانب راس الحربه، لكن هم في الفتره الاخيره بيؤدوا مستوى سواء في الناحيه اليمين او الناحيه الشمال حاجه محترمه جدا مع كهربا. فتحس ان الهجوم بتاع الاهلي استعاد عافيته وبدات الاهداف وبدات الخطوره ترجع من تاني. اتمنى الاستمراريه ليهم والجميع اللعيبه والتالق ان شاء الله فيما هو قادم. وقبل ما اختم بحب اوصل رساله ل2 لعيبه يا ريت يفوقوا الفتره الجايه ويا ريت يبصوا لزمايلهم ويبقى في حته غيره حتى او حماس علشان يبداوا يأدوا بشكل قوي الفتره الجايه. محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر لازم تعملوا وقفه مع نفسيكوا، ولازم تبصوا ازاي حسين الشحات وبيرسي تاو قدروا يرجعوا تاني من جديد. ان شاء الله تفوقوا الفتره الجايه علشان تقووا هجوم الاهلي اكتر واكتر باذن الله. في نهاية الفيديو بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك بتتفرج علينا أول مرة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدوس على الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.